الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الوالد والشريك والولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها والمعتقد بها يوم العرض على الله. أشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرًا. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وخلفائه المصطفين الأطهار، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، إن المتأمل لسورة فاطر هي سورة عظيمة من القرآن الكريم، وكل القرآن عظيم. المتأمل لسورة فاطر يلاحظ أن الله عز وجل ابتدأها بالحمد والثناء على نفسه تبارك وتعالى، ووصف فيها ملائكته الكرام، ثم تحدث فيها عن مظاهر قدرته الدالة على وحدانيته كخلق السماوات والأرض، ثم ذكر بعاقبة الأمم السابقة التي طغت وتجبرت وعاثت في الأرض فسادا، ثم بعد ذلك ذكر الإنسان وذكر البشر بنعمه العظيمة الجليلة عليهم، ثم حذر الإنسان من الوقوع في حبائل الشيطان، ثم ختم هذه السورة العظيمة الجليلة بقوله عز من قائل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فالله عز وجل يخبر عن حلمه بعباده على الرغم من ظلمهم وتماديهم وطغيانهم وعصيانهم، ولو أنه يؤاخذهم ويحاسبهم بذنوبهم في الحال لأهلكهم عن بكرة أبيهم وأهلك معهم جميع دواب الأرض تبعا لإهلاك بني آدم. قال قتادة رحمه الله قال: وقد حدث ذلك زمن نوح عليه السلام، حيث أهلك الله كل المخلوقات بسبب عصيان وكفر البشر، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يعني لا يعاجلهم بالعقوبة عز وجل. ولو أنه فعل ذلك تبارك وتعالى لم يبق منهم أحدا، ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة، لعل الكافر يسلم، لعل العاصي يتوب، لعل الظالم يرتدع، لعل ولعل. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء ذلك الأجل حاسبهم الله عز وجل. لأهل الطاعة الإحسان، ولأهل الظلم والطغيان والعصيان المجاهرين بالعصيان قال العقوبة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. أيها الإخوة الكرام، هناك نعمة عظيمة والله الذي لا إله إلا هو، بدونها لا يطيب لنا عيش، بدونها لا يهنأ لنا مقام. إنها نعمة ستر الله علينا. نعم، نعمة ستر الله علينا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. عد العلماء نعمة الستر
من أعظم نعم الدنيا. تخيلوا أننا أو أن الله يفضحنا بذنوبنا، ماذا حل بنا؟ فقال العلماء: أعظم نعمة في هذه الدنيا نعمة إسبال ستر الله عز وجل علينا. في الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يدني المؤمن، يعني يوم القيامة، إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه أي ستره ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: حتى يقرره بذنوبه ويرى من نفسه أنه قد هلك، قال الله تعالى له: قد سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وفي الطرف الآخر قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المتفق عليه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فقال ابن حجر رحمه الله: دل مجموع الأحاديث على أن العصاة من المؤمنين يوم القيامة على قسمين: قسم تكون معصيته في الدنيا مستورة، فهذا الذي يستر الله عليه يوم القيامة، وقسم تكون معصيته مجاهرة يعني في الدنيا، قال فهو خلاف ذلك، يعني يفضحه الله يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. أيها الإخوة الكرام، والله نعمة الستر من أعظم نعم الله علينا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. علمتنا ختام سورة فاطر ما أحلم الله على العباد، ولو أنه أهلكنا وعذبنا عذاب استئصال لكان عادلا بنا سبحانه وتعالى. علمتنا ختام سورة فاطر بأن هذا الكون كله موجود وقائم برحمة الله، أما ذنوب العباد والله إنها موبقات مهلكات. هزتنا ختام سورة فاطر، كيف نلقى الله عز وجل بأعمالنا وفيها ذنوب تكفي لإهلاك كل الكائنات الحية. علمتنا ختام سورة فاطر أن نستشعر اسم الله الحليم، ومن أراد أن يديم الله عليه ستره فلا يجاهر بمعصية. من أراد أن يديم ستر الله عليه لا يجاهر بمعصية، وعليه أن يتوب من كل ذنب، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يداوم على الطاعات والقربات. يقول أحد السلف عندما سئل قال: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في نعمتين لا أدري أيتهما أفضل: ذنوب سترها الله علي فلا يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي. إذن فالله عز وجل ابتدأ سورة فاطر بالحمد لله، واختتم هذه السورة بما يستحق الحمد وهو نعمة الستر والإمهال. يا منزل الآيات والقرآن بيني وبينك حرمة الفرقان، اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي بين العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. أيها الإخوة الكرام، هذه السورة العظيمة ختمها الله بما يستحق الحمد، فالحمد لله على نعمة الستر، والحمد لله على نعمة الإمهال، والحمد لله على هذه النعم العظيمة التي تستحق منا أن نحمد الله وأن نشكره.
وأن نداوم على الطاعات والقربات وألا نجاهر بمعصية. عندها نستشعر اسم الله الحليم. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه يغفر لكم، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الأمين، خصه الله بجوامع الكلم وأنزل إليه القرآن المبين. صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب الكرام الفضلاء، قد نقلوا الدين إلينا مكملا. أزكى صلاة وسلام وبلا، تدوم مسود الظلام وانجلى. اتقوا الله عباد الله، فإن التقوى خير زاد ليوم المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. واعلموا أن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واعلموا أن الله حليم ستير، فمن أراد أن يديم الله عليه حلمه وستره فعليه ألا يجاهر بمعصية، أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من الطاعات، وأن يسارع إلى التوبة من كل ذنب صغيرا كان أم كبيرا. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أئمة الإسلام والمسلمين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارض عن الصحابة كلهم أجمعين، واجمعنا معهم في مستقر رحمتك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاقدا يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لعبادك المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.